كل اللي اتقال اشاعات. وأناحي النهارده كان بيدعم منتخب مصر، عشان أناحي الصراحه يعني استفزني واستفز ناس كتير جدا بسبب التصريح بتاعه. ولكن يا برنس كل الكلام ده كان ساعتها في الكوره، والنهارده الراجل صور يا برنس اسطوري ورفع عنده على حسابه وهو بيدعم منتخب مصر. متشكرين يا عم أناحي، متشكرين يا عم على اللقطه ديت، ولقطه كويسه جدا من لعيب كبير من منتخب المغرب يا برنس. ولكن هنتكلم على مواضيع مهمه جدا جدا في الفيديو ده. ما تنساش يا برنس اللايك بتاعك، عاوزين نوصل الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات، وربنا يعني سهله بسيطه، انزل اعمل اللايك بس، يعني الموضوع سهل، انزل اعمل اللايك. بص بقى يا برنس، النهارده امام غانا منتخب مصر علامه استفهام. احنا دلوقتي ترتيبنا في المجموعه المركز الثاني بنقطتين. بكره باذن الله كاب فيردي وموزمبيق الاثنين هيلعبوا بعض. يا سلام لو الاثنين يتعادلوا، يا سلام. هي سهله باذن الله، سهله باذن الله. منتخب مصر نكسب كاب فيردي نتاهل يا باشا. بس انا بقلق يا جماعه. احنا موزمبيق كنا المفروض نكسبها، اتعادلنا. غانا علامه استفهام. كاب فيردي تخيل بقى ان كاب فيردي تكسب بكره، تخيل كاب فيردي اتاهلت خلاص لو كسبت بكره. 6 نقاط يا باشا، وتركب طيارتها والدور ال16 تطير. حاجه عجيبه جدا جدا النهارده، ماشي. ولكن علامه استفهام كبيره جدا جدا على روي فيكتوريا. ما انا مش عارف وشه من قفاه الصراحه تتقال يعني، ماشي. وعندك برضو قصه تصريحات كابتن وائل جمعه، انا بتفق معاه الصراحه. يعني بيقول لك ايه؟ بيقول لك روي فيكتوريا مدرب قليل جدا جدا على منتخب مصر، واللاعيبه في الشوط الثاني حست ان هي عندها دم عاوزه تكسب، فركنت التكتيك بتاعت الراجل وبدا ان هم يلعبوا بحماس وضغط وروح. هو ده اللي احنا كنا بنقوله، والله يا جماعه وربنا هو ده اللي احنا كنا بنقوله. ما بنقولش الذره يعني، هو ده والله اللي احنا كنا بنقوله. شويه حماس، شويه رجوله، هتنزل تكسب. ايه اللي بيغطي على الفنيات وايه اللي بيغطي على الكلام ده كله؟ لما يكون عندك حماس، قلب كده في الملعب، تنزل ضغط وتجري وتاكل النجيل عشان تكسب. هو ده اللي بيفرق منتخب عن منتخب، فاهم؟ فكابتن وائل جمعه قال لك كده، وقال لك برضه انا بقول للنني كفايه، وانا بقولها له برضه كفايه يا نني. قال له يعني كابتن وائل جمعه قال لك النني سنه ما يسمحش خلاص. يعني خلاص يا جماعه، انت متخيل احنا من 2017 النني ما ينفعش يلعب في كاس العالم 2018؟ ايه اللي بيلاعب النني في 2019؟ ايه اللي بيلاعب النني في 2022؟ ايه اللي بيلاعب النني في 2024؟ ايه اللي بيلاعب النني؟ ما انا مش فاهم ايه اللي بيلاعب النني. حد يجاوبني يا جماعه، عشان احنا تعبنا والله تعبنا، ماشي. يعني ان قصه النني دي انا مش فاهمها الصراحه يعني. ولكن كمنتخب مصر النهارده علامه استفهام يعني حاجه. انا بص، انا بكلمك دلوقتي ايه بعد ما الواحد هدي بقى والدنيا راقت، بنتكلم مع بعض، ناخد وندي. يعني تريزيجيه النهارده كان نقطه تحول في المباراه حرفيا. كل حاجه حلوه للمنتخب كان بدايتها تريزيجيه. فاكر لما صعدنا كاس العالم تريزيجيه اللي جاب ضربه الجزاء، ولكن هو مظلوم اعلاميا. تريزيجيه لاعب حرفيا كويس جدا، لاعب حرفيا الكواليتي بتاعه جامد جدا، ولكن هو مشكلته جاي في جيل صلاح، وصلاح مع المنتخب علامه استفهام، ماشي. ولكن الروح وان هو بيلعب برجوله، تريزيجيه بيفرق عن الكل، بيفرق عن صلاح نفسه. كل حاجه حلوه مع المنتخب تريزيجيه كان السبب فيها، ونفس اللي ماشي على نفس الخط مرموش، الروح والرجوله في الملعب، ماشي. ومصطفى محمد توقعاتي باذن الله مصطفى محمد يعني في الموسم الجديد هيبقى في حته حلوه، لان هو ماشي كويس والعين عليه كتير. هو عبد المنعم، بس عبد المنعم يفوق شويه. انتظروا يا برنس بكره باذن الله بعد الصلاه فيديو عن نادي الزمالك. سلام.